السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي متابعين قناة يوميات المربي الصغير جوه مصر وبره مصر. اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده معانا حلقة من العيار التقيل، حلقة هتكون فيها جدل وهيكون فيها اختلاف كبير في الآراء بين الناس وبعضيها، لأن فعلا لو جبت اتنين غواي أو اتنين محترفين وسألتهم نفس السؤال، كل واحد هيرد عليك برد مختلف. النهارده موضوع الحلقة يا جماعة علشان ندخل في الموضوع على طول: هل جواز الأقارب في الحمام يعمل مشكلة؟ أو باختصار، هل الحمام الإخوات لو جوزناهم لبعض بيعمل مشاكل في السلالة، ولا بيحرق الدم، ولا بيحافظ على السلالة، ولا أسئلة كتيرة جدا، ولا ملهاش عادي ملهاش علاقة؟ ده يا جماعة موضوع حلقتنا النهاردة، وهقول لكم باختصار عن تجربتي أو عن الخبرة في موضوع جواز الأقارب، وفي نفس الوقت هنشوف الآراء برضو بالنسبة للناس اللي أقدم مني، والناس اللي أنا بسمع لهم، أو الناس اللي أنا بتعلم منهم. مفيش أي مشكلة إن إحنا نسمع لبعض أو نسمع من بعض، واللي عنده يعني تبادل الآراء مفيش مشكلة، وفي الآخر الرأي الصح هو اللي بيتاخد. مفيش أي مانع، دي مبدأ أنا واحد من الناس ماشي بيه في حياتي. بسمع من ده ومن ده ومن ده، وفي الآخر الرأي الصح هو اللي بنفذه. ومهما كان سنك ولا علامك ولا درجة ثقافتك، لازم في الأول وفي الآخر الصح هو اللي يمشي. المهم ندخل في الموضوع على طول ومن غير أي مقدمات. بصوا يا جماعة، بالنسبة لموضوع جواز الحمام الإخوات مع بعض، في البداية كده هو ربنا خلق كل زوج ذكر وانتاية، ذكر وأنثى. أكيد ربك ليه حكمة في كده يعني، وأكيد ربنا وخلقنا من كل زوجين اثنين، فأكيد في حكمة من إن هو في الحمام بالذات يبقى ذكر وانتاية. فاحنا مش هنقعد برضو نألف ونقعد نخترع ونقول احنا كده بنحرق الدم واحنا كده بندمر السلالة والكلام الكبير وكلام مجعلص، وبالاخر مفيش اي دليل او مفيش اي ابحاث اتعملت، او كلام كله كلام يعني كلام مرسل. وفي الاول وفي الاخر هنتكلم عن التجربة. انا واحد من الناس عندي حمام اخوات اتجوز، مفيش مشكلة، طالعين مع بعض في نفس البطن، تمام. اتنين اخوات اتجوزوا وما شاء الله وطلعوا سلالة والدنيا تمام ومفيش اي مشاكل ومكملين، وجوز حمام حنين وبيحصي والدنيا تمام. ايه المشكلة؟ هي المشكلة مش في كده. المشكلة يقول لك لو انت جوزت الاهالي لبعضيها، بمعنى ان انت تجوز الاب لبنته والام لابنها، او تجوز الاخوات لبعضيها، يعني القص جيت بعدها بقصين 3 جوزت الذكر للنتاية، فهو الخلاف على كده. طيب خلينا برضو مع بعض خطوة خطوة ونتكلم بما يرضي الله. خلينا مثلا، انا واحد من الناس عن تجربة، عندي مثلا جوز حمام روماني اصلا، عندي جوز كينج، حاجة سلالة بيور وانا واثق فيها، فطبيعي ان انا الجوز ده هحافظ عليه وهحافظ على السلاله بتاعته، هخليه واخد من الحصى سلاله وهوقف منها عندي. فطبيعي ان انا مش هدخل عليها اي سلاله من بره، ولا ذكر ولا انتايه، لان انا مش واثق الحمام اللي بره جاي لي ظروفه ايه. ياما يا جماعه ناس كتيره بتتخدع بالمظاهر وبتتخدع بالحجم، وتطلع في الاخر السلاله مش بيور او داخلها انواع تانية. وابسط دليل الحمام اللاحم، بالله الحمام اللاحم حجمه ما شاء الله ونفس مواصفات اللاحم، وفي الاخر بتتفاجئ فيه لما يشتغل ويخلف عندك بطن واثنين وثلاثة، بتلاقي ريش في الرجل، وبتلاقي زفارة، وبتلاقي الوان سمراء في الديل وفي الجناح. فدي كلها حاجات بتقول ان هو مش بيور، تمام. طيب دلوقتي يا جماعه انا واحد من الناس عنده سلاله وواثق فيها، فما فيش مانع ان انا احافظ على السلاله وما ادخلش عليها اي حمام هجين. في الحاله دي انت صح وانت تمام ومحدش ليه حاجه عندك، تمام. طيب نيجي بقى، انا عندي الحمام البلدي هنا اللي في الاوضه زي ما انتم شايفين. انا عندي حمام كتير جدا، معرفش مين دخل على مين ومين خد مين ومين مع مين ومين على مين، تمام. واكيد طبعا اكيد ومتاكد ان اكيد في سلاله دخلت على نفس السلاله، او انا عندي هنا بالمنظر كده بالاكيد في هنا ذكر واخد بنته.
وما شاء الله بيطلعوا كل شهر، وبيطلعوا مش كل شهر، بيطلعوا كل بطن عادي. تمام، زي ما يطلع بقى كل شهر، كل شهر ونص، كل 15 يوم، زي ما ربنا بيكرم بيهم. وباختصار هو بيحصي كويس جدا وبيحضن وحنينين، ومفيش اي تشوهات خارجه في الاجنه بتاعتهم، وما شاء الله احجامهم كويسه. وانا سبتهم يتجوزوا لان الذكر حجمه كويس، وكان متجوز انتايه كنت مديله انتايه لاحم، وهو كان ذكر بلدي رومي، يعني بلدي شعبي او رومي شعبي عفوا، اللي هو بلدي تقيل. تمام، فانا كنت مديله انتايه لاحم، فكنت بطلع من تحتيه حمام هجين اللي هو بلدي تقيل. لما بجوز انتايه لاحم لذكر رومي شعبي بيطلع من تحته بلدي، بس بلدي محترم وزنه كويس. فجينا النتايه احتجتها او مش فاكر راحت فين، او بعتها النتايه اللاحم او اديتها لذكر لاحم بيور، وقلت خليكم انتوا لاحم مع بعض. واتبقى عندي الذكر اللي هو الهجين دوت. ما كانش عندي نتي متوفره، فما شاء الله لوحده كده كان بنته شابه كان عليها ريشتين، فلقيته خدها لوحده، ولقيتها بيخنن لقيته بيخنن في نفس العين. وقلت خلاص اسيبهم اتفرج عليهم لحد ما اشوف موضوع النتايه، او ما حد ما توفر نتايه. وما شاء الله كسرها، وقلت اتابع اول بطن، لقيت اول بطن طلع مفيش اي مشكله، تاني بطن، تالت بطن، قلت خلاص. وبيطلعوا احجام كويسه بحكم ان هو ذكر حجمه كويس وبنته حجمها كويس، فما فيش اي مشكله. فدي كانت تجربه عمليه يا جماعه للموضوع، ان انا الاب بيتجوز بنته ما فيش اي مشكله، وطلعوا انتجوا وبطني واثنين وثلاثه واربعه، ولا شفت اي مشاكل، ولا شفت اي تشوهات، ولا شفت اي زغلول ضعيفه، ده بالعكس بيطلعوا احجام ما شاء الله. طيب في الحاله ديت انا اغير ليه، او انا ادخل دم جديد ليه، طالما انا شايف ان الانتاج عندي تمام ومفيش اي مشاكل في الاوضه او في السلاكه عندك؟ لا بالعكس، كمل يا باشا، مالكش دعوه بحد، وسيبك من الكلام بتاع القنوات وكلام الناس. مش كل واحد عايز يعني قاعد فاضي يطلع يالف كلمتين. طيب انا برضو عشان برضو ناخد الراي التاني، انا بكلمكم على بلدي، فممكن في البلدي مش فارقه معايا، وفي الاخر كله هيتباع، وفي الاخر كله هيتذبح، سواء بلدي سواء بلدي تقيل سواء لاحم سواء هجين، كله في الاخر بيتباع ان هو سلاله لحم. طيب خلينا بقى نتكلم مثلا في انواع الزينه والانواع الغاليه. مثلا هندي مثال زي النفاخ مثلا، هنقيس عليه تجربه. ممكن واحد يقول لك لا يا باشا انا عندي بجوز النفاخ لبعضه، فطلعوا مثلا جه في بطن طلعت حرقه الدم، طلعوا الزغاليل ضعيفه غير الاهالي، فدول لو دخلت عليهم ذكر تاني اكيد هيطلع مستوى اعلى. طيب اديني معاك للاخر وبقول لك مفيش مشكله، وشوف الدنيا. ما هو انت برضو وارد ان انت لما تدخل ذكر غريب يطلعوا برضو حمام مثلا سلاله مش تمام، او في جماعه حاجه اسمها طفرات. يعني هي العمليه كلها وفي الاول وفي الاخر هو رزق، وفي الاول وفي الاخر ودي طفرات انت مش بتتحكم فيها. يعني هي العمليه في الاول وفي الاخر هو برضو الاهالي، ما انت ما تضمنش الجدود ايه بتاعتهم. ما ممكن الحمام اللي طلع ضعيف دوت، او اللي طلع شكله مش خلينا نتكلم في الزينه. انت ممكن مثلا جبت نفاخ وطلع لك جوز نفاخ بس مستواه مش عالي. طيب انت تعرف منين ان الجوز اللي هو مستواه مش عالي دوت؟ ما يمكن هو لما يكبر ويشتغل يطلع لك حمام اشد من الاهالي. وبتحصل كتير يا جماعه. ببقى حمام عندي مش مقتنع بيه، وفي الزاجل وفي الانواع التانيه ابص عليه مطلع زغاليل ما شاء الله يعني مرسومه ورقه وقلم، وبلاقي حاجات مستويات كويسه. فهي يا جماعه العمليه في الاول وفي الاخر هو رزق. تمام، فانت انا معاك تدخل دم على دم في حاله واحده هقول لك عليها دلوقتي. في ناس كتيره جدا واهالينا والناس اللي بتربي حمام بينزلوا يشتروا جوز حمام مثلا، يقول لك اربيه ويقصقصه وارميه عندي في المكان، ويبدا الجوز دوت ينتج يطلع بطن واثنين وثلاثه واربعه، وتبدا الشهور تعدي ويبدا الزغاليل تكبر وتبقى شبابيات وتشتغل، وتلاقي في الاخر الاوضه عندك او السلاكه اتملت حمام من قص واحد. ده طبعا ده لا، لازم في الحاله دي تدخل تغير الدم. ما ينفعش المكان كله يكون مصدره جوز واحد، ما ينفعش كل المكان يجوز بعضه من بعضه. لا، في الحاله دي لازم تخش تغير الدم، ترمي شويه ذكوره جداد، ترمي سلاله جديده، تدخل نتي جديد، تدخل دم جديد، علشان خاطر برضو تحسين الصفات الوراثيه، وعلشان اسباب كتيره جدا درسناها برضو. ودي حاجات مفيش مانع ان انت تدخل دم جديد. ده في حاله ان انت عندك جوز واحد، والجوز دوت انت شايفه ان الاوضه كلها عندك بقت
يعني بقت من الجوز ده. وبرضو عندي يعني كومنت او ملاحظه، لو انت شايف ان حمامك كويس وحجمه كويس وانت راضي عنه، طب يا باشا كمل، ما حدش ليه حاجه عندك. طالما الدنيا يا جماعه شغاله والحمام بينتج والحمام كويس، ما نتدخلش في حاجه يا جماعه. احنا بندخل نبوظ على فكره الحاجه بطبيعتها، والله العظيم افضل. احنا بندخل في وقت واحد او في حاله واحده لما تلاقي في مشكله عندك. لو لقيت في مشكله عندك في السلاله، لقيت مشكله عندك في الحمام، ساعتها اتدخل، مفيش مانع. ده يا باشا ده واجبك. لما تلاقي فيه خلل اتدخل. لا طيب الدنيا طبيعيه والحمام بينتج والدنيا كويسه وصحته كويسه وبيطير وبيطلع وبينزل، ما تجيش ده، مالكش دعوه بيه. ده برضه نصيحتي للناس اللي مربيه حمام، الناس اللي بتحط مناخيرها في كل كبيره وصغيره. يا جماعه انا عندي هنا يعني في حمام، هديك بس مثال صغير. حمام عندي قطع بيض بقاله 3 شهور او شهرين، وحمام كان شغال زي الساعه، لدرجه ان انا يعني يعني بخبرتي او بالنصايح اللي بطلع اقولها للناس، انا شكيت فيه وقلت هو الحمامه دي النتايه ديت قطعت، النتايه ديت انوصت، كيس الدهن عندها زاد، قطع على البويض، اسمها ايه دوت، الحبل اللي هو بتاع البيض، تمام. فانا الكلام انا برضو بقعد يعني اقول ايه، طب هعمل ايه، طب انا هفضل اكلها على الفاضي، طب مش عارف ايه، طب احبسها، طب اريحها، طب اديها فيتامين، واسئله كتيره وكاستل، طب خلاص بكره، طب الاجازه الجايه، طب مش عارف ايه. وابص واتفاجئ يا جماعه الاقي النتايه اصلا حصت، وابص الاقي النتايه الدنيا تمام ومفيش اي مشكله. كل ما في الامر ان النتايه عادي بتغير عن قود البيض عادي جدا، خدت لها شهرين، خدت لها 60 يوم 70 يوم، مفيش اي مانع، عادي جدا. وبتبدا مع تغيير الفصول تجدد نفسها ومفيش اي مانع، وما شاء الله رقدت والدنيا تمام. فكان هو ده درس ليا، ان انا ما اتدخلش في حاجه او ما العبش في حاجه طالما انا يعني طالما الحمام صحته كويسه وطالما الدنيا في المعقول. ساعتها طيب انت ممكن تتدخل امتى؟ لما تلاقي مثلا الحمام بقاله شهر واثنين وثلاثه واربعه مش عاوز يشتغل، لا انت كده حرام عليك بقى فلوسك ووقتك وعمرك اللي بيضيع على الفاضي مع الحمام، لا يبقى انت تتخلص منه، مش قصه. طالما انت شايف ان مفيش امل وعملت اللي عليك، خلاص كده شكرا، بناقص منه بقى التكلفه والمصاريف، مش عيب. خلينا برضو ما نبعدش عن موضوع الحلقه اللي هو موضوع جواز الاخوات. فانا يا جماعه برضو بحكم التجربه، هو جوز يا باشا اخوات عادي، واتجوز الدنيا، شغل الدنيا عادي. طالما انت شايف ان الحمام كويس وصحته كويسه وبينتج، ما تتدخلش في حاجه وسيبهم مع بعض. بدليل المثال اللي انا بتاع الحمام الروماني، ان انا جايب سلاله روماني بيور وحاجه نقيه وطول ما شاء الله، فانا سايبها عندي اتفرج عليها وبفرخ منها وبطلع منها. انا مش قادر، انا قادر ادخل عليها حمام بس ما اضمنش الحمام اللي جايبه من بره عامل ازاي. طالما حاجتي كويسه لا حافظ عليها والدنيا تمام. طيب الناس اللي عندها لاحم ويقعد يقول لك غير الدم ومش عارف ايه، انت ما تضمنش الدم اللي انت تجيبه تغيره ده، الله اعلم. انت ممكن تيجي تضر حمامك، بدل ما تعلي مستواه تنزل مستواه. فيا جماعه كل واحد يرضى بنصيبه، وكل واحد يسيب كل حاجه بطبيعتها، وبلاش نشغل دماغنا على الحمام، وبلاش نزود نفسنا، وبلاش نكلف نفسنا. هي العمليه في الاول وفي الاخر رزق واداره يا جماعه. انا هعمل لكم حلقه عن موضوع الاداره، يعني صناعه الحمام او تربيه الحمام ما هي الا اداره، ترجع برضو للدماغ ولثقافه المربي او لعقل المربي. انا مش عاوز موضوع الحلقه يطول عن كده، بس انا عندي كلام كتير عايز اقوله، وعايز انصح اخواتي، وعايز اتكلم مع الناس، ويا ريت الناس تبادلني الاراء في التعليقات. ادخل قول لي رايك، اتكلم معايا، ناقشني، احترم قوي طالما المناقشه باسلوب كويس ومن غير غلط ومن غير اي تجاوز، على دماغي وعلى راسي، مفيش مشكله. في الاول وفي الاخر ادينا احنا في الاخر بنفيد بعض. ومش عاوز برضو وقت الحلقه يطول، فمش عاوز اطول عليكم. فيا ريت لو حد استفاد من الحلقه تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه، ولو في اي اسئله او في اي اراء على دماغي طبعا في التعليقات. وبنا كده وصلت لنهايه الحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.